لو بتفكر تتعلم سواقة الموتوسيكلات ومش عارف تبدأ منين، الحلقة دي ليك. مساء الخير علينا وعليكم، مساء الخير يا احلى بايكرز في الدنيا. انا قلت بدل ما اطلع لكم لوحدي كل مره، اطلع لكم النهارده مع احسن واحد في تعليم سواقه الموتوسيكلات والانستراكتور ومؤسس ايجيبت موتور سايكل سكول. ازيك يا عمران؟ الحمد لله تمام. ازيك يا هيثم؟ قول لي يا عمران، ايه اللي خلاك تعمل مدرسه تعليم موتوسيكلات؟ والله يا هيثم الموضوع بدأ معايا من اكتر من 12 سنه. كنت بدأت اعلم ناس صحابي ومش عايز ارجع للكوربريت لايف اني مور، وكنت ساعتها فاضي وما بشتغلش، فقلت ليه ما اخدش الموضوع لبزنس. طب دلوقتي انا واحد عايز يتعلم، اعمل ايه؟ اشتري بايك واجي لك ولا اعمل ايه؟ يستحسن تجيلنا من غير بايك، لان احنا اصلا في الكورس بتاعنا بنديك سيشن نظري في الاول، بنعلمك الديفرنت تايب اوف موتور سايكل كاركترز، بنعرفك عليهم والرايدنج بوزيشنز وكل حاجه. وطبعا اسهل حاجه ان انت تتعلم على الستريت بايكس بتاعتنا، لان هي عندها رايدنج بوزيشن اسمه ابرايت رايدنج بوزيشن، اسهل رايدنج بوزيشن للبيجنر، اكتر رايدنج بوزيشن بيدي الرايدر مانوفرابيلتي وكنترول على الموتوسيكل. طب انا دلوقتي مثلا قدامي انواع كتيره من الموتوسيكلات، انهي موتوسيكل انت بترشحه للي جاي يركب موتوسيكل؟ هل انت بترشح له موتوسيكل معين بعد ما بيخلص؟ لا طبعا، هو اللي بيختاره بنفسه بعد ما بياخد الثيري او النظري، الحصه النظري اللي في الاول بعرفه الديفرنت تايب اوف موتور سايكل كاركترز، وده اتعمل ليه والشخصيه دي اتعملت ليه والرايدنج بوزيشنز بتاعتهم، وهو اللي بيختار موتوسيكله لنفسه بناء على احتياجه للموتوسيكل. وايا كان نوع البايك اللي انت عايزه، كونتاكت بتوفر لك من اكتر من 70 فندر يوفروا لك نوع البايك المناسب بالنسبه لك. قول لي يا عمران، مين اسهل في تعليم السواقه، الستات ولا الرجاله؟ والله يا هيثم ما تحطنيش في الحته دي يعني، بس بغض النظر بمنتهى الامانه يعني، في بنات بتتعلم كويس جدا وبيبقى تعليمها اسرع من الرجاله بكتير، وفي بنات برضو بتطلع عينينا شويه، وفي ولاد بتطلع عينينا، وفي ولاد بتجيبها هي طايره. كل ده بيرجع لحسب مخاوفه، هو بيتعامل مع خوفه ازاي، اللايف اكسبيرينس عنده وكل الكلام ده. ايه اكبر تحدي بالنسبه لواحد جاي يتعلم موتوسيكل؟ هو عامه اللي جاي ده بيبقى عنده كميه مخاوف، فهو اصلا وانس ان هو جه عشان يبدا الكورس، هو جاي عشان يتحدى كميه المخاوف اللي عنده دي. هل محتاج ان انا اكون بركب عجله الاول عشان اعرف اسوق موتوسيكل ولا ملهاش علاقه؟ لا خالص ملهاش علاقه. طبعا الناس اللي بتسوق عجله الموضوع بيبقى اسهل بالنسبه لهم. ايه اكتر غلطه بيقع فيها اللي بيتعلم موتوسيكلات؟ عامة يعني دايما الوقعة يعني ديورنج الكورس ما بيعملوش عندنا اي حاجة، بس دايما الوقعة الشهيرة اللي بسمعها من الستودنتس بعد ما بيطلعوا، ان هو نسي ينزل السنادة، السنادة ما فتحهاش للاخر ومش عارف ايه، فدايما وقعاتهم بتبقى الايه، موتوسيكل كده. كلنا بتحصل فينا لما بنيجي لحد دلوقتي. ايوه انا مبسوط جدا بحلقة النهارده، وبجد انت نورتنا يا عمران، وانا متأكد ان في ناس كتيرة استفادت من حلقة النهارده. حبيبي يا يوسف، الف شكر. وطبعا لو بتفكر تشتري اول بايك في حياتك، كونتاكت هتسهلها عليك، وعن تجربه السيلز تيم اللي في كونتاكت مختلفين عن اي سيلز تانيين موجودين في السوق. يعني بيدخلوا معاك في التفاصيل ويقول لك تقدر تدفع كام، ويخيرك كمان ما بين كذا اوبشن في انظمه السداد، وعارفين كل الانواع وكمان بتتجاب منين، لان عندهم اكتر من 70 فندر بيتعاملوا معاهم، ومش بس بيقسطوا الموتوسيكلات الجديده، ده كمان بيقسطوا المستعمل والصيانه الدوريه بتاعتهم، كل ده من غير ما يدخلوك في اي هسل واجراءات طويله ومعقده، لانهم بيختصروا عليك كتير. يعني الحوار سهل وبسيط ويخليك تشتري وانت مطمن. تقدر تتواصل معاهم على 16177 او عن طريق الواتساب شات بوت، وتطلب التمويل الموتوسيكل من على موبايلك، وفي خلال 48 ساعه هتلاقي حد بيكلمك من عندهم يظبط لك كل حاجه. ولو مستعجل عدي عليهم دلوقتي في اقرب فرع، لانهم موجودين حواليك في كل مكان في مصر. شكرا ليكم، واستنونا في الحلقه اللي جايه مع بايك توكس باي كونتاكت.